ضحكوا عليك وقال ايه؟ سيبوا عيش يمينه، ده مراهق. واصلا مفيش حاجه اسمها مراهق. المراهقه مبدئيا مصطلح حديث في تاريخ البشريه، واللي اطلق المصطلح ده عالم النفس جي ستانلي في عام 1904 لوصف الفتره الانتقاليه بين الطفوله والبلوغ. يا جماعه دي من اهم مراحل الطاقه في العمر، قدروا يخلونا نستهون بيها ونتسبب في تنشئه غلط. ولما سالوا الشيخ الشعراوي عن المراهقه قال: من شاب على شيء شاب عليه. ومش المهم تقويم الشباب في سن المراهقه، لكن التحدي اللي يتمسك بيه الاهل ان تكون التربيه في الطفوله. وذكر ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، وقال ان الشباب لا يربى، وانما الشباب طاقه تستغل في حركه الحياه، وان الغرب استفاد من الشريعه الاسلاميه في التعامل مع الشباب في سن البلوغ، والاسره بتحمل الشاب مسؤولياته في سن البلوغ، وده اللي نص عليه شرع ربنا. طيب في حاله تنشئه الغلط من الطفوله بتخلي فتره المراهقه عن تقلبات مزاجيه وسلوكيات كلها مخاطره، وبيبقى لسه بيشكل هويه، مع ان المرحله العمريه دي هي وقت النمو والاستكشاف وبناء المهارات والمعرفه والعلاقات، وان هيبقى مفيد اكتر اننا نتعامل مع الشباب على انهم بالغين. طيب بين الامس واليوم في شباب العرب والمسلمين، اسامه بن زيد 18 سنه قاد جيوش المسلمين في وجود كبار الصحابه من ابي بكر وعمر بن الخطاب. محمد القاسم 17 سنه فتح بلاد السند اللي هي باكستان اليوم، وكان من كبار القاده العسكريين في عصره. سعد بن ابي وقاص 17 سنه اول من رمى بسهم في سبيل الله. زيد بن ثابت 13 سنه كاتب الوحي، وتعلم اللغه السريانيه واليهوديه في 17 يوم، وبقى ترجمان الرسول صلى الله عليه وسلم. حفظ كتاب الله وساهم في جمع القران. عبد الرحمن الناصر لدين الله في عمر 23 سنه تولى حكم الاندلس واستمر حكمه 50 سنه. عبد الرحمن القرشي صقر قريش في عمر 25 سنه حكم الاندلس اسبانيا اليوم. السلطان محمد الفاتح 14 سنه حكم الدوله العثمانيه اسطنبول اليوم. توت عنخ امون 9 سنين وحكم مصر. قطز 39 سنه حكم مصر وهزم التتار في عين جالوت. بيبرس 38 سنة تولى حكم مصر. كفاية كده، لأن بصراحة الأمس كنا والأمثلة كتير، واليوم وبسبب تقصيرنا في التربية السليمة في الطفولة شبابنا بيدور على موضة شعر وأحدث أغنية ومين كسب الماتش. وشباب دول شرق آسيا وأوروبا وأمريكا منغمسة في العلوم والتكنولوجيا والرياضة والصناعة والزراعة. شباب العرب والمسلمين لو انتبهنا للتنشئة السليمة في الطفولة وأمنا بيهم وبقدراتهم في فترة الشباب بالثقة، هيبقى ليهم دور حيوي في رجوع أمجاد الحضارة للعرب والمسلمين.